5 حاجات الناس مفكراها غلط في الدايت وهي صح، الاخيره هتصدمك. اول حاجه ان الناس مفكره ان لازم اول ما تصحى تفطر على طول وتاخد اول وجبه بدري، وده كلام فارغ تماما واثبت فشله 20 مره. ما تفطرش اول ما تصحى، خد نفسك واهدى وكل ما تبقى عاوز. تاني حاجه ان الناس مفكره ان ما ينفعش تاكل بيض مقلي في الدايت، اوعى بقى تقلي البيض واسلقه وبتاع، اقليه بدهون صحيه عادي خالص زي زبده وسمنه بلدي وزيت زيتون وزيت جوز هند عادي خالص. تالت حاجه بقى ايه، لازم تقعد تشيل الدهن بتاع اللحمه والحتت بتاعتها طبعا ده كلام فارغ. الدهون الحيوانيه مهمه جدا جدا عشان جسمك يمتص فيتامينات مهمه زي الاي والكي والاي والدي، مهم عشان ما يحصلكش امساك في الدايت. رابع حاجه يقول لك اوعى تلعب رياضه في الدايت وما ينفعش تعمل تمارين مقاومه، ما ينفعش تلعب حديد عشان جسمك هيعرض، ده كلام فارغ خالص. العب تمارين مقاومه، لان لو حافظت على كتله عضليه كويسه طول فتره الدايت فانت محافظ على منظومه حرق عاليه طول فتره الدايت. خامس حاجه ان مواعيد الاكل مهمه جدا، ولازم تاكل الساعه 2 والساعه 4 والساعه 6، وده كلام فارغ خالص، لان انت ساعتها بتخلي جسمك تاكل في